أتذكر معجزة جميلة جدا. في مرة من المرات جت واحدة ست مخلفة وشايلة ابنها، وابنها ده على اسم ماري مينا، فجابته الدير عشان تعمده. واحنا بنعمده من غير ما تقول لنا نزل في المعمودية باسم الأنبا أنطونيوس. لقينا الست دي عمالة تتشال وتزخرط وبقت فرح غير عادي، وقعدت تصرخ وتقول مش انتوا اللي مسمينه، ده أنبا أنطونيوس اللي مسمين. مين أنبا أنطونيوس؟ بعد ما رشمنا الميرون وخلصنا ايه يعني ايه أنبا أنطونيوس اللي مسميه؟ فقالت انا كان ممنوع عليا ان انا ابقى حامل، لان عندي سكر في الدم بطريقة كبيرة قوي، فبيحصل حمل لكن لازم انزله لان خطر عليا وعلى الجنين. كانت من شدة السكر وبيحصل لها غيبوبة سكر والكريزة بتاعت السكر باستمرار. فكانت بتقول انا جيت عندكم الدير السنة اللي فاتت وانا واقفة في القداس جات لي غيبوبة السكر، فشالوها وحطوها في المكان اللي فيه عند ابونا يوستوس. بتحكي بتقول وهي في الغيبوبة فشافت أنبا أنطونيوس. فأنبا أنطونيوس بيقول لها مالك زعلانة ليه؟ فقالت له كان نفسي أنبا أنطونيوس أخلف ويبقى لي خلفة. فقال لها طب ما تزعليش، السنة الجاية يكون معاكي ولد. وكانت خدت الحقنة وفاقت. فهي كل تفكيرها انها كانت في تخاريف إن على اساس ان هي في غيبوبة سكر وعقلها الباطن وانها في دير أنبا أنطونيوس، فما حكتش لحد. لكن لما راحت تاخد لقمة البركة لابونا في اخر القداس، فقالت لابونا صلي يا ابونا ان ربنا يديني من دون ما تذكر له ان هي عندها كذا. فابونا قال لها ربنا يديكي وتسميه على اسم القديس اليوم اللي هو كان ماري مينا. بعد كده روحت البيت بعد شهر حست انها حامل، فراحت لدكتور التحاليل قالت له انا يظهر حامل. قال لها طب ما انت عارفه ما عملتيش حسابك ليه؟ لازم تنزلي لان خطر عليكي. قالت له طب اعمل لي اختبارات حمل. عمل لها اختبارات حمل، قال لها فعلا انت حامل. قالت له طب ما تعمل لي اختبارات سكر. عمل لها، فوجئ ان السكر بتاعها نورمال. قالت له ده يظهر أنبا أنطونيوس بقى هيعمل وعملت سونار وتأكدت انه ولد. وهي انسانة بسيطة قوي. قالت لي كان اصعب شهر في حياتي هو الشهر التاسع، ما كنتش ببطل عياط. بقول لها ليه تاني؟ خايفة. قالت لي انا قلت لو انا سميته على اسم أنبا أنطونيوس ماري مينا هيزعل الواد يموت. اذا سميته على اسم ماري مينا أنبا أنطونيوس هيزعل الواد يموت. طبعا مفيش كلام من ده، بس هي انسانة بسيطة على تفكيرها كده. قالت لي وكنت بعيط بجد. قالت لي وجوزي نزل الشغل وانا قاعده في الصاله وعمال اعيط الدور ده بقى وانا صاحيه، تفاجأ بأنبا أنطونيوس واقف قدامها يقول لها زعلانه تاني ليه وبتعيطي ليه؟ فقالت له محتاره يا أنبا أنطونيوس اسمي الولد ايه؟ انت اللي قلت لي السنه الجايه يكون معاكي ولد، وابونا كان قال لي اسميه على اسم القديس اليوم، فانا محتاره اسميه ايه عشان الواد يعيش. فأنبا أنطونيوس قال لها سميه زي ما قال لك ابونا، باتضاع أنبا أنطونيوس المعروف انه بيقدم ولاده. لدرجة ان هي قالت له لا انا كان نفسي اسميه على اسمك، انت اللي قلت لي وحددت لي ان السنة الجاية يكون معاكي ولد. فأنبا أنطونيوس قال لها لا سميه زي ما قال لك ابونا، لكن لما تاخديه عشان تعمديه من غير ما تقولي لهم هيسموه على اسمي في المعمودية. وكده حللها الاشكال انه اداله اسمه